في ليلة كروية استثنائية، اجتمع باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير على ملعب ستاديو فريولي في مدينة أواديني لمواجهة مرتقبة في السوبركوب الأوروبي 2025، حيث تواجه بطل دوري أبطال أوروبا بطل الدوري الأوروبي، وسط أجواء حماسية وجماهيرية كبيرة ودرجات حرارة بلغت حوالي 27 مئوية، التي كون حرارة التحدي على أرض الملعب الشديوهجن. خطط الفريقان لهذه المباراة بكل دقة المدرب لاس بني لويس إنريكي يعتمد على القوة الهجومية مع تجهيز البدلاء، بينما المدرب الجديد توماس فرانك لفريق توتنهام اختار خطة دفاعية منضبطة 3-4-1-2 تستغل الكرات الثابتة، ما أعطى المباراة طابعا تكتيكيا مميزا. انطلقت صافرة البداية، وبدا أن توتنهام هو الطرف الأخطر، حيث استفاد من ركنية متقنة لينجح ميكي فان ديفين في افتتاح التسجيل بهدف قوي عند الدقيقة 39، قبل أن يعود المدافع الكابتن كريستيانو روميرو ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48، رافعين الفارق إلى هدفين لصالح توتنهام، والذين بدا أنهم مقربون للغاية منال اللقب قبل أن تتغير الأحداث. لكن باريس سان جيرمان لم يستسلم رغم بدايتها المرتبكة وغياب الإيقاع بعد استعدادات قصيرة، إذ غيرت مدخلات من على مقاعد البدلاء مجرى المباراة. أولا كان هدف ليكان غائن في الدقيقة 85 بقذيفة بعد قصة تنظيم الهجمة ليضع هدفا ينير الطريق أمام الفريق، ثم جاء جوهرة النهاية، هدف التعادل العكسي من رأسية متقنة لغونزالو راموس في الدقيقة 9+4 بتمريره متقنا من عثمان ديمبيلي لتهتز المدرجات وتخرج المباراة إلى ركلات الترجيح، عند نقطة الانطلاق إلى ركلات لحظ بدء توتنهام بدأ بقوة، لكن على الضغط الحاسم اسقط عن ديال لاعبين فان ديفين ومايث ستيل أضاع فرص الفريق لإن جليزي، بينما باريس سان جيرمان حافظ على برودة الأعصاب، فنجح راموس ديمبيلي ليكان غائن في التسجيل بثبت وصولا إلى الركلة الحاسمة للنونو ميناديز الذي يوضع لكرة بأعصاب فولاذية بخلال الزاوية، ليهدي باريس سان جيرمان السوبركوب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وليصبح أول ناد فرنسي يحقق هذا الإنجاز. ولم يكن هذا النصر مجرد تتويج، بل صورة رمزية لصمود وثقل شخصية بطل أوروبا، خاصة بعد تألق لوكا شفالير في حراسة المرمى، الذي أوقف بعض التصويبات الحاسمة والركلات الأولى بجدرة، وكان نقطة تحول حقيقية. بهذه الوقفة البطولية أظهر باريس سان جيرمان أنه ليس مجرد حامل للقب دوري الأبطال، بل فريق كبير وقادر على صناعة للحظات التاريخية في أصعب الأوقات. هذا للنصر هو بداية موسم جديد، اعلن قوية للسيطرة وقوة المعنوية، وبقاء روح الفريق عالية بحثا عن الاستية الأوروبية. أما توتنهام رغم الألم والخسارة فقد كشف عن مشروع واعد تحت قيادة فرانك، وأثبت أن الأداء طويل الأمد والتكتيك الصلب يمكن أن يصنع الفارق حتى أمام عمالقة أوروبا. هذه هي كرة القدم بعنفها وجمالها، لا تعطي إلى النهاية ولا يحسم في اللقطات الأخيرة إلا من يملك الإرادة والمعاناة. هذا كانت ليلة أواديني الملحمية، وليلة كتب فيها باريس سان جيرمان للتاريخ نقطة.